ايه الاخبار؟ هكلمكم النهارده يا ناس عن الناس اللي بتكسر مقاديفك. يعني ايه؟ يعني انت احيانا بيكون عندك هدف، تمام، وحابب اوي تحققه باي طريقه كان، فتلاقي واحد على نفس الطريق بتاعك عايز يحقق الهدف ده، وهو نفس ذات الشخص اللي هو لما تيجي تنصحه بالحاجات اللي انت عملتها يكسر لك مقاديفك. يعني يكسرك من جواك بعبارات محبطة. يقول لك هي يعني هو ده ينفع؟ ما هو ما ينفعش. ممكن تكون انت بذلت مجهود اكتر منه، فهو مش حاسس بالكلام ده. هو مش هيحس بيه طول ما هو قاعد في مكانه ومش عارف يحققه، او مش عايز يحققه، او ملهي في الدنيا بحاجات تانية. بس انت طول ما انت مصر انك تكمل في طريقك، ابعد عن الناس دي وخليك متعلق بناس تقدر ان هي تجيبك على نفس الطريق اللي انت عايزه. حاول برضو انك تتفرج على ناس نجحت لما وصلت للهدف اللي انت بتفكر فيه. فكر ازاي هم وصلوا. خليهم زي قدوة ليك، عشان تقدر انك ايه اما تحطهم قدام عينيك. اي حاجة تعطلك، آه، تلاقي حاجة تديك امل انك تكمل. تمام. آه، خلي بالك ان هما الناس المحبطة اللي هي بتحاول انها تكسر مقاديفك زي ما بنقول. آه، بيبقى محبط جدا، ودماغه ممكن تكون غير دماغك خالص. حاول لما تسمع لناس زي دي او سمعت لهم بالصدفة، او حبيت في يوم انك تشاركهم حاجة زي كده، انك تكتب الاسباب اللي خلته يقولك زي كده. تمام، جايز اسبابه غير اسبابك تماما. تمام. برضو لما تناقش وجهة نظرهم بشكل تحليلي كده مع نفسك، تقدر تحط اهداف ليك. آه، اهم حاجة بقى انك تتجنب الناس دي. تخليهم زي كده، زي ما تكون راكب مثلا المترو او القطر. كل واحد في القطر ده هو قدامك كشخص او كإنسان، لكن ليه محطة وهينزل فيها، او انت في محطتك هتنزل. يعني اعتبرهم كأنهم سراب مش موجودين حواليك. تمام. فانت بس خد اللي ينفعك، وسيب اللي ما ينفعكش يكمل في طريقه. وفي الاول وفي الاخر انت بتمشي على طريق وبتستعين بربنا لحد ما ربنا يوفقك فيه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واكتب لي في التعليق. هستنى رأيك لأن رأيك يهمني، وأشوفكم على خير. سلام.